الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده للفريق كامل الوزير، أو حلال العقد في مصر. موجود مع أهالينا في العريش بيحاول يحل مشكلة المتضررين من ميناء العريش، اللي يمكن فيديوهاتهم امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي الفترة اللي فاتت، وهم بيصرخوا من مما وصفوه فيه ظلم عليهم وإن ما خدوش تعويضات كافية. الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اتحرك مباشرة وقعد زي ما حضراتكم شايفين مع الناس وبحث مطالبهم. وفي الحقيقة ده حاجة مهمة جدا إن المسؤول يتواصل مع المواطن بشكل مباشر ويقطع الطريق على أي مزايدات ممكن تحصل في مواقف زي كده. أهالينا في العريش طبعا دفعوا ثمن غالي جدا في تحرير سيناء، ولهم مكانة كبيرة جدا عند المصريين وعند الدولة المصرية وحتى عند الرئيس السيسي نفسه. اللي الفريق كامل الوزير قال إن الرئيس كلفني أروح أقعد مع الناس وأشوف مشاكلهم إيه. وهنا أنا بتكلم في المشهد ده عن الكاريزما او القبول. الفريق كمان الوزير بحكم علاقتي بيه في الحقيقه انا قعدت معاه سنه كامله في مشروع حفر قناه السويس الجديده. رجل دؤوب، رجل لا ينام الليل، 24 ساعه شغل، رجل وطني. وفي ميزه تانية كمان ناس كتير ما تعرفهاش، ان هو ملهوش في السياسه. يعني ايه ملوش في السياسه؟ الراجل بتاع شغله وبس. ويمكن السبب ده اللي خلاه برضو الرئيس يبعته في ازمه نقابه المهندسين وينجح ببراعه في ان هو يفض هذه المشكله وهذا الاشتباك اللي كان موجود في النقابه، وكان اخطر ازمه تواجهها نقابه المهندسين في تاريخها. ونجح في عمل صلح بين كافه الاطراف. فهو رجل يحظى بقبول شعبي كبير جدا وكاريزما في نفس الوقت. ويمكن انا خلال فتره عملي معاه في قناه السويس الجديده، يعني مدير مكتبه كان بيمشي وراه بالبوسطه عشان يمضي منه ورقه في مواقع العمل المختلفه. فده في الحقيقه نموذج يعني نفخر بيه كمصريين، ان احنا عندنا الراجل وطني وراجل دؤوب وراجل بيشتغل 24 ساعه وراجل بيحب البلد في الحقيقه. الفريق كامل وزير. انا طبعا لا اجامل ولا انافق حكومه ولا وزير، لكن هذا واقع ثبتت بالتجربه نجاحه في حل الازمه اللي حضراتكم شايفينها، وقبول اهالي العريش حتى لكل الحلول اللي طرحها الراجل. وميناء العريش ده بالمناسبه من افضل المشروعات اللي عملتها الدوله المصريه، وبنسميه قناه سويس بديله او قناه سويس بريه جديده، لانه هيربط بين ميناء العريش من جانب على البحر المتوسط وميناء طابه او في منطقه طابه في البحر الاحمر. خط بري امتداد يصل الى 500 كيلو سكك حديد. وطبعا كل ده هيخدم حركه التجاره بيننا وبين الاردن وفلسطين والعراق وسوريا والسعوديه. يعني هيعمل خلق حاله من التجاره البريه اللي احنا محتاجينها، واعتقد ان دي هتخدم برضو اهالينا في العريش. اللي يهمني في هذا المشهد ان الفريق كامل الوزير قال اللي عايز ياخد تعويض هنديله تعويض يرضيه، اللي عايز ياخد ارض بديله للارض بتاعته هنديله ارض بديله، اللي عايز ياخد تعويض عن الارض والبيت هنديله. لو احنا حاطين سعر تعويض مش عاجبه هنقعد برضه هنديله اللي هو عايزه. هو ده اللي احنا عايزينه من المسؤولين، ان انت تعمل كونكشن مباشر او تواصل مباشر مع المسؤولين. توفيق للفريق كامل الوزير، وكل التحيه والتقدير لاهالينا في العريش.